يا صباح الورد، يا صباح الجمال على احلى متابعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى ايه؟ هنعمل مع بعض ليمون مخلل. لو انت اول مره تخلي الليمون دوت او تخليه مخللات، هخليكي استاذه فيها، يعني مش هتشتري حاجات كده من بره تاني. لو اول مره تشوفي قناتي اسمها مطبخ اسماء علي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى في لايك، وما تنسيش في الاشتراك عشان الصفحه تنجح بيكم. اول حاجه معانا كده ليمون. يعني بقى عندك ليمون اخضر، عندك ليمون اصفر، عندك كده حبه ليمون كده دبلو عندك حتى كده في التلاجة. احنا مش هنرميهم ولا حاجه، احنا هنخللهم كده مع بعض. طريقه سهله وبسيطه. معانا كده كميه بقى من الليمون. هنبدا اول حاجه نعملها ايه؟ نبدا ان احنا نشطفها كده شطفه من الميه. ومعانا فلفل اخضر هنخلله برضو كده مع الليمون. يعني بيبقى حوالي كده حبه كده كميه زي ما انتوا شايفين كده بقى، زي ما انتوا عاوزين فلفل حراق او فلفل بارد. نبدا ان احنا نخلله معاه. نجيب بقى كده حله ونملى كده نصها ميه، ونحط الليمون ونغطيها بالميه. اهم حاجه ان انتي تكوني غطيها بالميه، تكوني غاليه بقى يعني ميه بره، او تحطي ميه عادي من الحنفيه عليها. وهنبدا كده ان احنا نخلله كده مع بعض، نسلقه كده. اول حاجه يعني اول خطوه هنعملها ان الليمون بتاعنا هيتسلق ازاي يعني؟ يعني كده مثلا قولي مثلا ساعه الا ربع او نص ساعه، وتبداي تشوفي الليمونه معاكي. لو لقيتيها كده مش مهريه بقى، احنا مش عايزينها مهريه، احنا عاوزينها ان انت تدوسي عليها تلاقي ان هي مش ناشفه قوي، ان هي يعني بدات كده تطرى شويه، عشان نبدا بقى ان احنا نغير عليها الميه، ونبدا ان احنا نخللها مع بعض. على فكرة الليمون الاخضر بيبقى ليه طعم حلو جدا في التخليل، ما تقوليش ان هو لازم ليمون اصفر، لا بيبقى طعمه حلو جدا في التخليل. انا خلاص مليت الحلة كده مية ورفعتها على النار. تبدأ تغلي بقى، تبدأ توطي عليها كده شوية. نبدأ بقى ان احنا معانا الفلفل. بنعمل فيه ايه؟ بنشيل كده القمع اللي هو اللي بيبقى من فوق دوت، وبنبدأ ان احنا نعمله كده بالسكينة. للخطوه بتاعت السكينه ديت بتخلي قرن الفلفل معانا ما يبقاش دبلان كده في المخلل، وكمان يتحيق كده من جوه. يعني ما يبقاش دلع كده من جوه، لا بيبقى يعني متحيق كده، وطعمه لذيذ كده وشارب من الدقه بتاعت المخلل بتاعنا. وكمان القرن الفلفل بتلاقيه كده مش دبلان معانا. فهنبدأ بقى ان احنا نعمله مع بعض كده. انا سلقت خلاص الليمون، يعني خد كده حوالي بتاع ساعة كده الا ربع على النار. نبدأ بقى ان احنا نصفيه زي ما انتم شايفين كده، لسه البخار طالع اهوت منه، لسه منزلاه من على النار. نبدأ ان احنا نصفي بقى الكمية معانا كلها في طبق كده خارجي معانا. واقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. ومعانا الميه بتاعه سليق الليمون، الميه دي مش هنرميها، احنا هنخليها عندنا، نحطها كده على الرف او نحطها كده على الحوض. الميه دي يعني حاجه بقى حلوه جدا. نعمل بيها ايه بقى؟ نغسل بيها سمك، نغسل بيها فراخ. بتضيع اي ريحه زفاره، حتى لو عندك كده اطباق او حاجه فيها ريحه زفاره، بتبداي ان انت ترشي كده عليها شويه ميه قبل ما تغسليها. يعني حاجه جميله بتضيع اي ريحه زفاره عندك، ممكن تقعد عندك حوالي اسبوعين ما يحصلهاش اي حاجه كده على الرف او على الحوض. نبدا بقى ان احنا نجيب الليمون بتاعنا، نشطفه شطفه كده لما الميه تبرد. يعني نقدر نحط في ميه عليه لحد لما نلاقي الميه خلاص بردت، ما بقتش سخنه معانا. هو بقى بالشكل دوت خلاص. هنبدا بقى ان احنا نغير عليه 3 ايام، يعني من يومين ل3 ايام، حسب ايه ما تدوقي تلاقي ان المراره راحت منه. يعني 3 ايام كده يعني داخله خارجه المطبخ كده، بتبداي ان انت تدلقي الميه وتحطي ميه عليه، تدلقي الميه وتحطي ميه عليه، لان الميه دي اللي بتسحب المراره. فاحنا لما تسحب المراره بتاعتنا كلها، نبدا بقى ان احنا نعمله كده. احنا غيرنا على الليمون 3 ايام. يعني الميه بقى اللي هي بنغير عليها ديت اللي هي بتبقى مراره، بنرميها ونحط ميه تانية، نرميها ونحط ميه تانية. لما خلاص الميه بتاعتنا بتسحب المراره خالص، بيبدا ان هو خلاص كده ان انت خلاص تاكليه. نبدا بقى نخلله. يكون معانا برطمان كده نضيف، فنبدا نعبي كده فيه الليمون، وهنبدا بقى ان احنا نخلله مع بعض، نشوف هنخلله ازاي. ومعانا الفلفل اللي قلت لكم عليه كده معانا. نبدأ ان احنا نرص كده في الفلفل، يعني دور كده ليمون ودور فلفل، نبدأ نحط تاني دور ليمون ودور فلفل.
لما نملى بقى معانا البرطمان. الكميه معانا بقى حسب ما تملى، برطمان كبير، برطمان صغير، برطمانين، حسب بقى الكميه اللي انت جايباها. الليمون دوت ممكن يقعد معاكي شهر، شهرين، 3 متخلل، ما يحصلوش اي حاجه خالص. لما بيتخلل بتبداي ان انت تحطيه في التلاجة، بيقعد معاكي بقى شهور في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. بس يعني يستحسن تحطيه في التلاجة عشان ما يعملش معاكي كريم كده ابيض من بره، فان انت تحتفظي بيه كده في التلاجة. عملناه كده خلاص البرطمان. نبدا بقى ان احنا نعمل الميه اللي هنخلل بيها. معانا حوالي 3 كوبايات ميه، يعني مش هنحط ميه كتير عشان لو احتاجنا ميه تاني نحط، مش مشكله. ونحط معلقتين من الملح. وهنحط معانا دقه، دي دقه حمراء انا عاملاها على الصفحه بتاعتي. بعملها برطمانات كده كميه كبيره، وبحتفظ بيها في التلاجة، بتقعد معايا يعني شهور كتيره. بتخلي بيها سمك، تخلي بيها بقى طماطم، يعني تحتاجيها في كل الاكلات. فيها توم وفيها ليمون وفيها خل، طعمها حلو قوي. نعمل بيها برضو المخللات، حطينا منها كده معلقه كبيره. سنة التوم اللي فيها كمان بتدي طعم حلو قوي للمخللات. بخلل بيها الخيار وبخلل بيها كل المخللات اللي انا بعملها. الدقه الحمراء ديت تحطي منها معلقه كده على اي مخللات بتعمليها، وطعمها لذيذ جدا. مخللات سهلة مش صعبة، يعني لو أول مرة كده تخللي الحاجات دي هتبقي أستاذة فيها كده. امشي بس على الطريقة واحدة واحدة وإن شاء الله هتطلع معاكي حلوة كده. أنا مليت خلاص الكمية اللي معايا، خدت معايا كده برطمانين، مليتهم كلهم. وبعد كده نبدأ إن احنا بقى نغطيهم كده تغطية حلوة، ونسيبهم بس يعني يومين بره. لحابة تاكلي يعني في يوميها، بس يبقى لسه الليمون لسه ما خدش كده في الطعم الحقيقي بتاعنا او الدقه بتاعتنا. فهنسيبها كده بس يومين. وبعد كده خلاص كده هو اتخلل معانا، يعني قعد معانا كده يومين في الدقه زي ما قلت لكم. وخلاص كده هو جاهز بقى الاكل. حاجه كده جميله، حاجه كده تشرفي نفسك كده انت عامله كده حاجه مخللات كده في البيت، ولا نشتري بقى من بره ولا حاجه. النهارده خلاص هنخلل البيت. اعمليه بقى على الطريقه دي ان شاء الله وهتعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى في لايك، ما تنسيش في الاشتراك عشان الصفحه تنجح.